نموذج الحرب في غزة هو نموذج غير متكافئ. في الحرب الكلاسيكية إبادة الطرف الآخر وفرض التسليم عليه هو الذي يحدد نهاية الحرب، كما حدث أن أمريكا ضربت اليابان بقنبلة ذرية واستسلمت اليابان. في الحرب غير المتكافئة تحقق الأهداف هو المحدد الأساسي لنتيجة الحرب. إسرائيل لم تحقق أي هدف، وهذا يعني هزيمة لإسرائيل رغم كل الدمار الذي قامت به في غزة، في حين أن المقاومة حققت الكثير من أهدافها، من أولا مناورة دخول إلى عمق أكثر من 20 كيلومتر، وهذا غير مسبوق أساسا في تاريخ المقاومة أن تستطيع أن تسيطر على الأرض في أي معركة، وهذا له مفاعيله مستقبلا. ثانيا أنه المقاومة استطاعت أن تبيد فرقة غزة التي تمتلك 22 نقطة ومعسكر في غلاف غزة. ثالثا استطاعت المقاومة أن تأتي بالكثير من الأسرى من الكيان الصهيوني، وكل هذه هي تعكس حقيقة نتائج الحرب. المقاومة استطاعت أن تنجز في حين أن الكيان الصهيوني لا زال مأزوما ولا يستطيع أن يحقق أي هدف من أهدافه.